مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من كينجدوم توكس. لازم تكون رجال زلمه بكل معنى الكلمه، بس شو معيار الرجوليه؟ كتير شباب اليوم علقانين بالايجو، علقانين بالاباحيه وبامور كتيره يمكن اكتر من اي وقت مضى. شو السبب الرئيسي للادمان وكيف فيك تطلع منه؟ رح نعرف بهيدي الحلقه، خلونا نبلش. هاي فادي. هاي جيني. اهلا وسهلا فيك بحلقتنا ثانك يو اليوم. لألي. واليوم كمان بدنا نرحب بيوسف. Hello, يوسف thank Hi, you so Yusuf. much for having me عن جد. قديش محمس اليوم للحلقة جيني؟ كتير محمسة. أنا صراحة اليوم يمكن أهلكو يعني ليوسف خصوصا قد انه ما عنا الموضوع أسئلة. كتير رح يدق باشخاص كتيرة. يوسف رح نبلش من هون، يعني موضوعنا اليوم اول شيء بس هيك لعرف عنك شوي للعالم ما بتعرف، انت دارس Yes. كريستيان منتل هيلث. Yes. واليوم رح نكون عم نحكي عن موضوع الادمان، خصوصا انه الادمان اليوم صار له اشكال كتيره، يعني بنشوف ادمان على الالكول، ادمان على الويد، ادمان على المخدرات. فشو هو الادمان فعليا؟ أول شيء thank you so much for having me. أنا كتير مكيف إني هون. والإدمان أنا بس كون عم بحكي مع حدا عم ساعده بوصفها بهيدا الإلستريشن. الإدمان هو مثل ملجأ منه دائم بحرب ما بتخلص. نحن بحياتنا في كتير اشياء بنتعرض لها صعبة بحياتنا. الإدمان هو الملجأ من هول الاشياء الصعبة. دايما هيدول هن الكيسز. لما نشوف حدا علقان بشي هو في ألم بحياته عم بيوصله انه يكون عم يلجأ لراحة معينة، وبتاخد شكل معين. يعني بتاخد ايام شكل الادمان لتسي على شي سبستنس معينة او على شي باد يمكن- هابت وات ايفر شو ما كانت تكون يعني. بس هيدا دايما بتكون عم تجيب راحة لهيدا الشخص لوقت محدود. يعني ملجأ بس وقته محدود، بس الحرب دايمة مجبور يظهر من الملجأ على الحرب، واول فرصة بتصير له بيرجع بفوت على الملجأ. بس بيصير هيك في لوب، ظهره فوتة من الملجأ على الحرب، من الحرب على الملجأ. definitely صراع واو ومنه شيء هين أبداً. definitely هيدي نيد. وانا كنت شخص من هودي الاشخاص. that's why حسيت انه امنت انه الرب بده ياني يكون عم بحكي عن هالموضوع، بده ياني يكون بحياة ناس بيعانوا من هذا الموضوع. thank you على هالفرصة. ثانك يو لك يوسف. قلت لي انه انت كمان كنت شخص مدمن، على شو كنت مدمن؟ اذا بتخبرنا هيك شوي هيدا الفتره كل شي. قبل الايمان. كل شيء شاب انا بلبنان. بتعرفي انت لبنان يس مان يس عن جد قديش الفرص صارت Accessible. هينة وسهلة ومتاحة لكل أشخاص أو ريفات. exactly يعني هلا ان شاء الله اهلي ما يكونوا عم يحضروا. كوك، صح، ويد، صح. بيلز، السكشوال ادكشنز، يعني من جميعه. وبلشت على عمر صغير، من تقريبا عمر 17 سنة. والحمد لله now I'm free. great thank you Lord. وعندي ملجأ دائم يلي هو أمان. ربنا وإلهنا. كنت بدي احكيك هلا، انت قلت ملجأ مش دائم قبل شوي يوسف، رجعتني بالزمن لورا كتير، ذكرتني اول ايماني، لانه للاسف كل شيء في اولاد او جيل صغير، او لنقول تينيجرز او مراهقين او طالعين، كلهم علقوا بالدراجز، كلهم علقوا بالسوشيال ميديا. انا هيدا بالنسبه لي اكبر ادمان. Yes. بالبورنوغرافي، يعني حتى بالماستربيشن، بالعاده السريه. حتى في ناس مقدمنه على علاقاتهم الخارجيه خارج عن الزواج. انت قلت ملجأ غير دائم اللي هو الادمان. هلا قبل شوي قلت ملجأ غير دائم. Yes. شو يعني ملجأ غير دائم؟ في له كذا معاني. مم. اول شيء في نوع دراجز او في نوع let's say ادمان معين، let's say sexual يس يلي هو ما بيدوم. ما انت بتوصل لمطرح خلص بتصير قرفان حالك، صح، بس عم يرجع ينعاد كتير. بتروح على الحرب صح واول ما يصير لك فرصة بترجع عليه. صحيح. ليه؟ لانه بحكم انه هيدا سبيسيفيكلي هيدا الادمان هو بدك يعني بيخلص مفعوله
مثل ما بتعرف، صح مثل حيلا سكشوال ريليشن صح. تخلص. سو انت لما تكون مقدمن على شيء سكشوال بتوصل لمطرح كمان في عندك نشوه بتقطعها وبترجع على حربك، وهون بفوت الندم بتتخبط مع Depression. حالك وبتصير ديبرست، وكيف رجعت وقعت بهالموضوع، خاصة إذا كنت مؤمن بتصير كتير صعبة إنك ترجع توقف على إجريك من أول وجديد. وأول ما يجي حيلا تريجر ترجع، هيدا بيكون ملجأك الأول. بتصير تنبش على حلول ابدا منا حلول. يعني انا بتذكر اول طلعتي كنت نبش على حلول أسوأ من انه، يعني انا ما كنت بعرف شيء يعني دراكس، لكن بدي اطلع من شيء اسمه ادمان جنسي، قمت رحت على المخدرات. عرفت؟ قمت رحت على السهر. طلعوا هودي كلهم سيك الوحده بتجر بعضها يعني للاسف. جيني فادي، وكيف مرات يعني يمكن شخص ببلش بسيجارة حشيشة قد ايه هينة كمان يكون عم بيروح على قصص تانية. صحيح. انا بتذكر اول مره شربتها، شو بك يا زلمه، انه ما فيها شيء، اشربها عادي، مع انه كنت بدخن دخان عادي، بس انه اشربها عادي، ما مثلك انك شربين كاس الكول. وكمان حسب سوري قطشتك، أبداً. بس حسب شو نوع الألم يلي انت عندك اياه. يعني مش حيلا شخص او حيلا تروما او حيلا صدمه لتسي تقطع فيها بتوصلك انك تدخن حشيش. يمكن توصلك انك تأدمن على شيء. مثلا انا عندي شخص بشتغل معه وبساعده عنده ادمان على الجيمنج مثلا، هيدا ادمان كمان على الجيمنج. تخيل، هروب من الواقع. مش اكشلي مش هروب من الواقع، لانه الواقع تبعه ما عنده كنترول عليه، عم بيروح على الجيمنج تحتالي يكون هو ان كنترول. سو تخيلي وجعه انه ما عنده كنترول على السيركمستانسز يلي بحياته والقصص يلي مارق فيها، وفي اشياء غلط عم بتصير بحياته، مثلا وفاة حدا، مثلا البزنس تبعه مش ماشي، وهو شخص بطبعه بحب الادفنتشر. سو بيروح على الجيمنج. يعني مش ضروري تكون سبستنس يعني. مان قلت شيء كتير مهم. انت قلت انه هو هروب. بالفعل هو هروب. يوسف، شفت شيء عندك على البايو على الانستا كاتب سيكريت سيرفيس؟ يس، فينا نعرف شوي شيء اكثر عنها؟ شيكت لي الانستا. صار عندي فضول هلا this is صراحه. not secretive اكيد. اكيد بطل اكيد. بس سيكريت سيرفيس، لانه بتعرف في ناس كتير بيحكوني بيكونوا مستحيين بالشيء اللي هن عندهم اياه. سو ديفينتلي انا كتير محافظ على موضوع السيكريسي. يس عندي داتابيز لإلي وعندي ناس وعندي تفاصيلهم، بس هيدول اكيد نوت شيربل وما حدا بيعرف فيهم غير انا، او اذا كانت بنت التيم تبعي فيه بنات وبيكونوا عم بيساعدوها. سو انا بكون مبلغه اكيد انه انت هلا رح بنت تكون عم بتساعدك، سو هي رح تكون عم تعرف يور انفورميشن. بس غير هيك ممنوع حدا يعرف مين وليش ليش بنت بتتابع بنت؟ خلينا شوي نوضح بس للي عم بيحضرنا. وي ار تو. يوسف، بتعرف في بوك اسمه ميلز ار فروم فينوس وومن ار فروم مارس. صح. ما بعرف اذا هيك اسمه الكتاب نوعا ما. ايه انه كل واحد من كوكب. صح. يعني الرجال بده حدا سيستماتيك لوجيكال، بده حدا يحكيه ستراكتشر. البنت ايموشنز، فول اوف ايموشنز البنت. انا مساقبه عندي خبره مع البنات لانه ربيت ببيت فيه 4 بنات. جود. سو انا صغير وعندي 4 بنات اخوه اكبر مني. الله يخلي لك سو ثانك يو. سو بفهم شو يعني ايموشنز. ذاتس واي بعرف حالي انه انا اي كانت ديل وذ ذس. يوسف، مش بس انا، يعني ايديالي اتس مور بروفيشنال وين ات كمز تو كوتشنج وعم تعطي انستراكشنز. يمكن كتابيه كمان اكثر. ايه إلى حد ما اذا بدك تفوت الكريستيانيتي ديفينتلي. الا اذا let's say therapist كتير advanced وهي كبيرة بالعمر ومارق عليها experience، ساعتها أكيد هي قادرة تفصل وقادرة تكون كل شيء لكل صحيح الناس. صحيح. يوسف، ذكرت قبل شوي عم تقول انه كمان في عالم تكون مدمنه ايام على علاقات جنسيه، على ماستربيشن، على بورن، وهلا بنحكي اكثر عن هالموضوع. بس هي الشهوه هي شيء طبيعي، يعني الله خلق الانسان وفي جواته هيدي الغريزه. انا كيف في يميز بين شهوه طبيعيه تكون وبين ادمان؟ شو الفرق بيناتهم؟ كثير حلو السؤال. انا ما بحب الا شهوه، انا بقول لها رغبه. الرغبه طبيعيه. نحن ناس وبشر عندنا رغبات وعندنا الله خلق لنا السكشوال ريليشنز از جيفت. قال له لآدم بي فروتفul ومالتيبلاي وحول لك وانت لها وانجوي ات. بالعكس اتس meant to be a joyful thing. بس ابليس هيدا الوتر يلي لعب عليه لانه اتس joyful thing استخدمها ضدنا.
لانه هو الله اراد انه هيدا الشيء يكون لمصلحتنا وبيجيب لنا فرح على حياتنا. برمه صار يجيب لنا ميزري على حياتنا، صار يجيب لنا قلق، صار يجيب لنا خيانه، صار واو. يجيب لنا يعني ذكي عنده خبره آلاف السنين. على شو اول شيء بده يضرب؟ على السورس الفرح يلي عنا اياه. زواج ما فيه سكس ناجح منه ناجح. حيلا اثنين متزوجين وانت صلح لي انا ماني متجوز. رح نحكي اكثر فيها هلا. يوسف عن الزواج وعن الادمان. ناس مزوجه كمان مدمنه على العاده السريه، لانه مرته دائما عم بتكون تعبانه، مرته دائما عم بتكون مشغوله. هي حتى هلا الترند الطالع انه هي المستقله، هي بتقدر تكون مستقله عن زوجها. عم نحكي فاينانشلي وبالشغل وبهيك. هيدا الشيء فوتني بموضوع خطر خطر كتير. عم بقول لك هيدي الحقيقه. اكيد بس ضمن اكيد لا ديفنتلي نو اكيد نو ديفنتلي اكيد انا مع المراه تكون قويه وتكون، لكن حسب ما الرب هو حاططها بالمطرح المناسب. امثال 31 اكزاكتلي امراه يعني فاضله من يجدها. اكيد صحيح. وبيحكي كمان عن كيف بتدبر بيتها وامور بيتها. اكزاكتلي لازم تكون ماكنه. يوسف يعني كمان بنشوف انه هلا مثلا ايام بنستغرب انه في بنات بيستغربوا بس شاب ما يكون عم بيقرب او عم يتحركش فيهم، او مثلا اذا هي جربت تتحركش بالشاب ما رد عليها دغري بيقولوا هو جاي، او بنحط عليه اسم انه هو عنده ميول تاني، او بيصير هيك يطلع يعني عبارات ايام على هول الاشخاص. فاليوم بس الشاب ما يكون عم يعمل ستيب تجاهها للبنت، بدل ما نشوف انه شاب محترم مهذب مثل ما بيقولوا بفوت من الباب واضح شو بده منها للبنت، بنشوف انه اذا هو ما عم يعمل هول الستبس تجاهها او ما عم بيجرب ياخذ منها قصص جنسيه، يمكن صارت نظره المراه بتشوف انه هذا شخص ضعيف او فيه شيء يعني في إلنا بالموضوع. هيدا شيء كتير خطر يلي عم تحكيه. بتعرفي انت عم تحكي عم فكر انه توصلت البنت تفكر بهيدي الطريقه وتجنرالايزت لهيدا الموضوع. يعني نحن عم نعمم صرنا انه معظم البنات هيك بحسوا، معظم البنات هيك بفكروا. هيدا شيء خطر. ليه؟ لانه ما عندهم ثقه بقى. لا ما في بقى ثقه انه الرجال ما بده شيء منا. so this is crazy. فكرة. وساعة اللي عم بتشوف الرجال المثالي لنقول، او الرجال اللي لازم يكون رجال، يعني اللي ما بيعمل سكس قبل الزواج، اللي بيكون محترم معها، اللي بيكون عم بيحكي معها عم بيقرب عليها بطريقة كتير مهضومة وكتير مناسبة لها، بتيجي بتشوف شيء ويرد لها لانه هي مش معودة على يعني هذا الشيء. بيسألوني انه عندك ميول كذا، انه للأسف صار رجل الله صار بينظر له كأنه عنده ميول، بس لأنه ما بيتخطى الليميتس تبعه، أو ما بيباشر بشي سكشوال فيرست. هيدا للأسف أكيد وذس از ساد، وهيدا شيء بزعل لأنه الرجولية انفقدت ونحن بخطر، مهددين بالانقراض لمعلوماتكم. صحيح. لأنه ما بقى في رجال عن جد قابضينا جد، ما بقى في رجال اخدين موضوع الرجولية بجدية. صار الموضوع بس قد ايه أنا معي مصاري، شو الساعة اللي لابسها أندرو تيت لامبرجيني، أو كسل ورتين أهله، ما بيعمل شيء بحياته، purposeless بالحياة. يا ها ما عم بفهم. حتى صار موضوع الرجولية معلق بقديش عدد علاقاتك الجنسية اللي عاملها. بس هون يوسف بدي روح على انه قديش هون عم يلعب الزلمة دور مهم بانه يحافظ مع البنت اللي هو معها، وشو اصلا غاية الشاب بحسب الكتاب المقدس لما بيكون بده يحكي مع بنت، لوين بده يوصل معها. بالكتاب المقدس ما في شيء اسمه ديتينج، بس نكون واضحين. الكتاب المقدس كله ما بيحكي عن المواعدة. نحن اخترعناه هذا الكونسبت. ما في شيء اسمه مواعدة. يعني اذا واحد بده يحكي مع بنت بده يفوت معها بعلاقة جدية بده يتجوز. يعني dating to marry this is it. صحيح. بدك تخطب ترجع تتزوج، تحدد مهلة وتكون عم تتزوج. ما عم كون اكستريمست. لا ابدا ما اكستريمست. بس الموضوع هلا صار تو نورمالايزد لدرجه اذا حدا بيسمعني عم بحكي بيقول هذا ابو شيء براسه اكيد. بس الرجال ها مشكلته هلا، الرجال بطل بده كوميتمنت، بطل بده يكون محدود بشخص.
صار بده 3 4. صح. معقول هالشيء مكون صاير عنده خوف هو او صاير عنده تروما من شيء ما؟ يعني انا بعتقد، يعني انا بتذكر حالي اول ما تعرفت على الرب يسوع المسيح ضربت ايدي على راسي قلت يا زلمه شو عملت انا؟ رح هلا كل شيء هول اتخلى عنه، صار عندي تروما. ليك بيست على انا ماني مجوز اوكي، بس بيست على الناس اللي بيشتغل معهم يلي عندهم ادمانات ومجوزين، يعني عندهم ادمانات سكشوال او معرضين للخيانه او اتسترا بلا ما نفوت بالتفاصيل. اوكي ومجوزين اوكي وعندهم هاي الادمان. المشكله الاساسيه هي الاهل. اوكي اكسبلين اكثر. الزواج يلي بالبيت، انت اذا ما عندك اكزامبل قدامك تضرب المثل فيه واو ما راح تقدر to do things the correct way. اذا انت اهلك كل واحد بيظهر مع حدا تاني او مطلقين او I'm sorry، يعني الموضوع لا عم تحكي فاكت عايشين 60 70% صح. طلاق بلبنان. هيدا مسيحيه وين واصلين؟ كريزي. طب اذا هود الاكزامبلز يلي قدامنا شو متوقع من اليونجر جنريشن يعملوا؟ انه to do things right انسى. يعني it's not gonna happen. جيني برأيي انا ويوسف انه الزواج هو منه الهروب من الادمان الجنسي. يعني انا كنت برأيي اول ما كنت مدمن جنسيا، اول ما تعرفت على الرب، لانه انا جيت لعند الرب وبعدني مدمن جنسيا. قلت لازم اتزوج لتنحل هيدي القصه، وشفت اكزامبلات كتير قدامي مزوجين ومنهم مخلصين من الادمان. هو الزواج منه هروب ابدا من الادمان. مزبوط فادي، بس هون انه بنجي نسال انه اليوم كيف بدك تيجي تقول لحدا مثلا انه ما في ديتينج؟ يعني قديش بنشوف مثلا عالم مش ما في ديتينج لك في لك فكرتي يعني انه او مثلا طبعا نفهم غلط هلا دقيق. لا لانه في ديتينج ارتاحوا 100% انا مصاحب لي سنه في حدا بحياتي. لا عم نحكي عن شو انا الهدف براسي اذا انا ام ديتينج 100%. وانا اذا فتت ليش ام ديتينج، وانا اذا فتت بعلاقه، لانه انا اليوم يعني بنشوف كتير كان في زواج مدبر بيكون يمكن بيجوا يلزموا البنت بزلمه ما بتتفق او هو ما بيتفق معها، فهذا موضوع شوي حساس. اليوم وي هاف ذا لكجري او ذا تشانس انه نحن نكون عم نتعرف على بعض قبل ما نكون نحن عم نقدم على خطوه الزواج، وعندنا تشانس انه الزواج يكون مبني على حب اللي هي المحبه اساس بكل شيء. بس هون انا سؤالي انه انا اليوم بس كون بعلاقه ديتينج، انا كيف فيي احمي حالي كبنت؟ كيف فيي احمي حالي كزلمه؟ يعني كدور الرجل بهيدي العلاقه، كيف بده يقدر الشاب يكون عم بحط ليميتس على حاله لما يكون عم بخرب بعلاقته مع البنت، ليكون عم بحافظ على قلبه ويحافظ على قلبها، ليكون عم بحافظ على his purity و the woman's purity. I agree. 3 things. اول شيء اكيد انه الله هو بيناتنا. امان. الرب دايما بالنص. كيف يعني؟ يعني بتربطنا بعلاقتنا. في عنا prayer life، في عنا نحن بنصلي سوا دايما دون انقطاع، بناخذ نصيحة بالقصص يلي بدنا نعملها. عنا boundaries كثير مهمين. بقاش في شيء اسمه boundaries by the way، بس يعني مهمين الباوندريز مان. وانا برأيي اذا صاحبتي مش حاطه الباوندريز انا معرض اني خبص اكثر منه انا كشاب، لانه نوع الرجال تيريتوريال، نوع الرجال بحب يقتحم صحيح. بحب يكسر حواجز، نوعه للرجال هيك. اذا هي الباوندريز تبعها مش قوايه، اذا هي مش من الاول حاطه حدودها، كتير مهم البنت تحط حدود للشاب. واو مان. من الاول يا بيهشل الله معه يا بيضل صح، والرب يباركه. عرفتي ليه؟ لانه اذا ما في حدود عند البنت يعطيك العافيه. boundaries، prayer life، الرب دايما بالنص. وشغله كتير اساسيه نكون عنا اتفاق على القصص كيف بدها تكون. يعني مثلا انا وصاحبتي ما راح نبوس بعض قبل ما نتجوز. بشوي اكستريم. اخر همي العالم بدها تضحك علي، اخر همي انا عم بحمي علاقتي بالرب قبلها. اذا انا وياها متفقين
هو كيرز. لا انا اي اجري معك 100%. حتى الشيء الاهم شيء اللي قلته انت انه الرب هو بيناتكم، صح. لانه ما يجمعه الله لا تفرقه ايها الانسان. وبتعرفي جاني قديش في ناس مش جماعه الله، بتعرفي قديش في ناس جماعه الالكول، بتعرفي قديش في ناس جماعه الفرشه، مصلحة. بتعرفي Exactly. قديش في ناس جماعه المصاري، قديش في ناس جماعه المصلحه صح. اللي قلتيها. اذا الله منه يعني اذا منك باني على اساس مزبوط Yeah. رح ينهدم بيتك. وللاسف هيدا اللي اكثر شيء كنا عم نحكي انا ويوسف قبل ما نطلع لايف، عم نحكي قديش في ناس مبلشي غلط. بلس في شغله مهمه، الاغلاط اللي عم تصير بالريليشن شيبس هي انه ما بيحسبوا حساب الرجعه. صح. طب بلكي وصل لمطرح والرب قال لك هالبنت انت تعرفت عليها وتقربت منها، تعلمت منها كتير دروس وانتم مش لبعض بقى. شو بكون عملت انا اذا تخطيت حدودي جسديا معها؟ اذا كسرت الباوندرز قديش صعب اني ارجع افصل حالي عنها ايموشنلي اذا انا وصلت حالي فيها فيزيكلي. قديش صعب صح، لانه قديش الرب صعب بيقول رح يصير يكون. Actually قدام الاثنين الله جسد هيدا زواج. واحد. اكزاكتلي هيدا زواج. هيدا So بالمقياس حتى- المسيحي عم نحكي أكيد. هيدا زواج، لانه هكذا يترك الرجل اباه وامه ويتحد كيف بده يتحد في اتحاد جسدي فيزيكلي، يتحد بزوجته فيصيران الاثنان جسداً واحد. جسد واحد. كان عم ما قال واحد يصيران الاثنان واحد، يعني يصيران جسد واحد. Yes. تكنيكلي هن تزوجوا لكن من دون عقد زواج ومن دون 100%. كنيسه ومن دون نحن فصل عنا صعب كتير. نحن متجهين بهذا الاتجاه. ليه بدنا نحرق مراحل؟ حرام. بكون انا تجوزت يعني تكنيكلي اذا انا نمت معها قبل الزواج، يعني انا تجوزت. صح. شو تارك لبعدين؟ ما بعرف. هلا. البادجيتنج وال جايين وأجار الولاد البيت. جايين هون. هلا نحن يوسف حكينا عن لما يكون شخص مثلا بعلاقه كيف بيقدر يكون عم بحط حدود، بس الشخص السنجل يعني خصوصا الشاب بيبقى عنده كمان، يعني بتعرف ايام نحكي القصص مثل ما هي، انه الجسم ايام بيكون عنده هرمونز عم يتحركوا. Yes. كيف الشخص السنجل لما ما بيكون في حدا الشريك بحياته يكون عم بقويه، يكون عم بيشجعه، وهذا دور Yes. اساسي بتلعبه المرأة يعني. فكيف الشخص السنجل بيقدر يحافظ انه هو ما يزني يعني، او ما يغلط، او ما يفوت بعادات سريه او غيرها من المواضيع. خصوصا كمان الانجيل بيقول من اشتهى امراه بعينيه زنى. فيمكن الشخص السنجل اذا ما في وبيقول حدا إن بحياته اعترتك يدك بيطلع اقطعها اكثر. كمان. صح كمان. وان اعترتك عينك اقلعها. صح. المقياس الكتاب المقدس سوبر عالي. واو. اوكي. ويا انا بدي امشي حسب مقياس الكتاب المقدس، يا لا ما في اجي فصله واحطه على قياسي مثل ما انا بدي، يا بمشي فيه كله يا لا، يا بجرب. طبعا نقول انه انا بيرفكت، ام نوت بيرفكت، بس يا بدي اجرب انا طبق وينين الملكوت، مش صح. كينجدم توكس. اكزاكتلي. يا بدي اطبق وينين الملكوت يا لا. وهيدي من ضمنها، هدول من وينين الملكوت. طب ما بمشي فيهم. حطت أوكي. لحمايتنا. يوسف انا كيف قادر طبق؟ انا خليني خبرك شغله. جريت. انا هلا مدمن، انا لنقول انا مدمن بورنو، بحضر كل يوم اكثر من 3-4 مرات بورنو، وبكون عم بمارس العاده السريه. انا زلمه مدمن، فايت بديبرشن، فايت بدوامه ما عم بقدر اظهر منها. مش عم بقدر حب حدا، مش عم لاقي حدا حبه اصلا، لانه ما Yes. عندي المجال اني حب، Yes. لانه كل طاقتي مفضيه بهيداك المطرح. شغلي ما بعرف شو عم بيصير عم فيه. ناخذ كيس ستادي. عم بقول لك انت مؤمن او مش مؤمن؟ لا بدي احكي عن المؤمن، لانه أوكي. اكثريتهم هلا عم بيوقعوا فيها. المؤمنين عم يوصلوا، يعني انا شايف ايات كتير، اسلكوا بالروح لا تشبعوا شهوات Yes. الجسد. انا كيف بسلك بالروح؟ يعني كيف ما عم بقدر اسلك بالروح؟ عرفت كيف؟ لدرجه انا بذكر حالي بال 2014 بس لازم اقولها لانه لازم يسمعوني كل حدا مدمن. يس. ركعت قلت له انا لهالدرجه كنت صريح مع الرب. ركعت بالقوط قلت له انا بحبها لهالخطيه، مش قادر اتركها هالقد. مني لو قادر قلت له رح اتركها. قلت له بحبك اكثر منها، لا عم كذب عليك، لانه لو بحبك اكثر منها قلت له عم بحكيك بامانه، قلت له كنت وقفتها. مان انت صريح مع عرفت حالك كيف؟ ومع الرب. اكيد ما في ما اكون صريح. وبليلتها بكيت يعني، ونزلت نزلت على جهنم تبكلي، لانه خلصت بدي اقوم احضر بورنو.
يس لكن الرب معي مشي ببروسيجر كتير حلوه. لكن هلا انا بدي تعطيني حل. انا ما عندي حل يوسف. يا اول شيء ثانك يو فور شيرينج ذس. وبعرف قديش منا هينه واحد يعترف بقى. بحييك. ثانك يو لك. شكرا الرب. واتس نوت ايزي ات اول انه واحد يكون مارق بهذا الشيء. بس انت بس قلت انه انا بحبها لهالخطيه، ذكرتني بحالي. ما انا ذات الصلاه مصلى، تصدق؟ واو. بس على شيء تاني، على دراج معين ما كنت قادر وقفه. ذات الصلاه مش معقول. I'm shocked. واو. لانه it's the same prayer يلي من بعدها بلش التحرير. So thank you for sharing this. هلا تنرجع على الكيس ستادي. اول شيء اذا انت مؤمن بدك تحط حالك بمؤمنين. ما فيك تقول لي انا مؤمن وعيش لحالك. ما فيك تقول لي انا مؤمن وما بخبر حدا عن الضعف يلي انا عندي اياه. هي القوه والسلوك بالنور. شو يعني السلوك صحيح. بالنور؟ هو انك يعني انك تفضح المشكله. صح. سو اول ستيب بدك تعملها هو انك تروح لعند الشخص يلي بحياتك. واذا ما عندك شخص بحياتك حكيني فيه انا اكون بحياتك. وسلوك بالنور. اول شيء بدك تعمله هو بدك تعترف انه انت عم بتعاني من شيء مثل ما انت عملت. بدك تعترف. مش اوكي بعترف بيني وبين الله، روعه وكتير مهم انه نكون هيك نحن وياه وما في فلترز. كتير مهم وهيدا الشيء كتير بيشفي. بس بمحل محلات الله بده يواضعك. صحيح. قدام حدا. بولس بأعمال 9 ظهر له المسيح. صحيح. بس شو قال له؟ قال له بتروح بتفوت على دمشق وبتخضع لمين؟ لحنانيا. صحيح. مش بس اذا انت عملت انكاونتر يعني مش الحال. اسمع، جرب اسمعه كمان. ما زال في انكاونتر. اسمع وشو عم بيقول لك لعند مين تروح. نحن مشكلتنا بنروح لعند الشخص اللي بيطبطب لنا، ما بنروح لعند الشخص اللي بيتحدانا. 100%. انا هاي مشكلتي مع العالم. لانه انا بتحدى محلات العالم بتبتدي تهرب مني او بتحسني جادجمنتال. بس اذا انا عندي نعمه الله بحياتي ما في اخذها تحصيل حاصل. ما في اجي انا اقول من نعمه الله للاسف عند المؤمنين صارت مثل السجاده. للاسف. يا بندعس عليها للاسف او منقبها يلا وهيدي الخطيه حتى تحتها. ليه؟ نعمه الله مفروض تغيرك تشالبك فوقاني تحتاني. اذا عن جد مستعد تخضع، اذا عن جد مستعد تروح وتقول لشخص انا بحاجه لك. انا عندي جروب على واتساب فيه 5-6 شباب. اذا انا بتوز فكره سكشوال من راسي بكب لهم على الجروب شباب صلوا لي pray for me. I need help. أهمية الجسد. واو. حدا يدق لي. انا عندي جيم بمرن بالاشرفيه وعندي صبايا فايتين طالعين. طب واحد يحكي هيك الامور مثل ما هي. اكيد. شو فكرك انه ولا وحده اجت جربت تو ابروتش مي؟ اكزاكتلي. بس اي نيد انا اسبق ابليس مش ابليس يسبقني. برافو. شيل تليفونك. شو بدك شيل تليفونك خبر حدا. بس مين عم تخبر؟ هذا المهم. اللي عم تخبر اللي عم يطبطب لك وعم لك يلا ما عليه حبيبي ايه لا خليك ووقع وبترجع بتوقف منه، او عم تخبر الشخص يلي لا مستعد يروح معك all the way. انا في ناس جايين لعندي باخر الليل على البيت بس لان كنت معرض. واو. باخر الليل. طب حاوت نحن نسينا. انت قلت شغله كتير مهمه انه بدنا بارتنر يساعدنا وهيك. نسينا نحن كرجال نحيط بعضنا ببعضنا اكزاكتلي. طب ليه؟ we need This is manhood. واو عن جد بالفعل يوسف. كنا ترايبز من زمان. تحداني انا ليش عم بحكي هيك. انا عم جرب اعطي توصل صوت البحار. اكزاكتلي. تحداني اعمل لي تشالنج لإلي انا. شو التحدي اللي بدك تعطيني اياه؟ انا بتحداك انك كل ما توقع تحكي حدا. ولبل التحدي الاكبر هو انه قبل ما توقع تحكي حدا. بتحداك. اوكي. سو التحدي هو انه انا قبل ما اوقع عم نحكي ادمان. عم بحكيك ادمان. وعم نحكي اكيد نحن ما عم نحكي اكيد بدك تكون عم بتصلي. اكيد في بوك اسمه تامبت اواي لحدا اسمه جي هامند كتير قوي بيعطي ستيبس كيف انه تصلي وتقوم تمشي وتصلي سبيسيفيكلي كرمال هودي المواضيع. بس اذا بدي اقول لك شغله، اول شيء وزت الفكره. انت اليوم فيك تمنع العصفور يطير فوق راسك؟ ابدا. طب فيك تمنعه يغط على راسك ويعمل عش؟ اكيد هذا راسك. اكيد.
اول شيء بدك تعمله بدك تشحت الفكره. اذا الفوته على الاوضه رح تاذيك ما تفوت على الاوضه. اذا قعدتك وفتحتك لللابتوب عارفها رح توصلك لهونيك، ما هيدي اعثرتك يدك هاي اقطعها. الشهوات الشبابيه Exactly. اهربوا منها. اهربوا منها. بس اليوم الحكي هين. جاي اقول لك في بروسس لهالشيء. يعني انا ممكن مثلا بالنهار كنت انا مثلا لتسي معود اكون عم بحضر نحن بورنو هلأ 4 مرات، صير تخف تدريجيا ولازم انتبه، نحن تقاطع. هلا عم نحكي براكتيكلز عن شخص اوريدي انا ماشي انا وياه وبلشت اتحدى. بس في شغله ما بدنا ننسيها، انه مثل ما قلنا اول شيء انه الادمان منه براكتيكلز بس. اليوم الادمان ما في يجي اقول لك انا عمول هيك وعمول هيك تخلص من الادمان. الادمان بدك تعالج الالم يلي جواتك. ليه انت عم تروح تحضر بورن؟ شو عم بتشوف؟ عارف انه السيرش بutton على البورن سايتس كتير مهم. كيف يعني؟ اذا بتقلي انت شو نوع البورن يلي بتحضره، اوكي. في يقول لك ليه عم تحضره. واو. ايه، لانه في انواع فيديوز بيختلفوا في 200,000 نوع. واو. طب ليه انا بدي احضر شيء اجريسيف؟ ليه انا بدي احضر شيء شخص عم يطلع فيي بالكاميرا وعم يعطيني الاحساس انه انت محبوب، انت مرغوب فيك، انا شايفك، انا شايفتك. ليه في شيء عم بيوصلك لهون. في نقص، في ألم جواتك عم بيوصلك انه انت تأدمن على هيدا الشيء بالذات وعلى هيدا السيرش باتن بالذات. So this is very important. مش بس انه فعل. ما تفوت على الاوضه وهيك، هو مهمين، هو براكتيكلز، اعترف اكيد، صلي اكيد. طب بس ليه انت اصلا عندك اياه هذا الادمان؟ في الم جواتك. طب شو هو الالم؟ خلينا نعالج الالم صح. وبعدين بنشوف شو هن البراكتيكلز. هيك بمشي مع الناس انا. ما اكيد ما بيجي بقول له هلا اكيد بحط شويه رولز وجايد لاينز بالاول انه حكيني قبل حكيني بعد وهيك. هم مين؟ بس لازم ارجع على الالم، على البين الاساسي اللي عم بفوتك بالسايكل. سوري يوسف، ايام بنفكر انه اذا شخص مؤمن، لان نحن هلا عم نحكي عن اشخاص مؤمنين، انه اذا انت مؤمن دغري فيك تطلع من الادمان. ولكن قديش يعني كمان يمكن فادي انت بتعرف الموضوع، اذا كنت شخص مؤمن معرض انك ترجع توقع بنفس الخطيه. يعني في اشخاص بتكون مؤمنه لها فتره وبترجع بتوقع بنفس الامور، هي ومؤمنه يعني بتخلص الخطيه بترجع بتقوم بتصلي. طب قديش هي المهله اللي الشخص لازم يعطيها لحاله تقط ادمان موجود؟ واذا هيدا عم نحكي نحن هون عن ادمان على هيدا الموضوع scientifically speaking، قد ايه بده وقت ليتخلص موضوع الادمان؟ في شخص يتخلص موضوع الادمان بلحظتها، ولا هيدي بتكون اعجوبه مثلا عم بتصير من الرب، ولا it takes time ولو انه وقعنا نحن وبايماننا فينا نوقف؟ ما في وان ما في شغله بتزبط على الكل. الادمان موضوع كتير واسع ومش الكل. يعني في ناس مثلا بيقول لك الكتاب المقدس صغار النفوس اسندوهم. شو يعني؟ في لها افاق كتير. اليوم في ناس يمكن يكونوا عن جد عندهم ستراجل معين وما عم يقدروا يظهروا منه لسبب كتير that makes sense. بس اذا بدنا نحكي بمقياس الملكوت، اليوم في فرق كبير بين حدا راكد ورا الخطيه وبين حدا الخطيه راكده وراه عم بيجاهد ضد الخطيه. يعني يمكن هيدا الشخص يقشط، ياكل سهم، يرجع يعترف، يحكي فيه، يرجع يقوم ويكفي. هيدا منه مثل يلي لاحق الخطيه. ما فينا نعملهم، ما فينا نحطهم على ذات حد بعض على ذات المستوى. لا، هيدا فاهم شو يعني النعمه وعم يهرب وما بده يكسر قلب الرب وما بده يوصل لمطرح يكون عم ياخد النعمه تحصيل حاصل انه ايه انا الرب مات كرمالي ويلا مثل هيدي السجاده بقبها وبكب تحتها. صحيح. لا، هيدا شخص عم بيجاهد مثل ما قال. بنشوف بولس هون يعني عطاها تشبيه كتير حلو بروما 8 و7. إيه اللي عم شوف قانون بجواتي قال بجسدي ما عم بيحكي عنه. يعني انا كتير بشتهي يعني بحب استشهد بهيدي الايه اللي عم شوف قانون بجسمي عم بيعمل غير ما انا معود. يس الكل شيء بدي اياه
بدي اياه اعمله، عم شوف حالي ما عم بعمله، كل شيء ما بدي اعمله ما عم شوف حالي الا عم بعمله. بولس قلت له بولس ما اعطيتني الحل، يعني دائما بوقف عندها هيدي انا الايه، لكن بقول اشكر الله بيسوع المسيح. طلع في شيء بيصادق انه انا عم جاهد ضد الخطيه وقت انا بكون ما بدي اعملها. exactly so حتى كثقافة ملكوت بتعلمنا انه انا ما بدي اعمل خطية، لكن بس عم بوقع فيها عم بيكون في ألم، عم بيكون في ندم، عم بيكون في وجع. وانس ما عم بوجع سو انا معود على هيدي الخطية. وانس او اصر مثل ما بيقول كمان بولس قال يسرون بس يعملوا الخطية، لكن بس اوجع عم صادق انه انا روح الله ساكن فيي وانا اخذ هيدي النعمة، لكن ما عم بستعملها انا كمبرر لاني اعمل الخطيه. امين. فادي على اللي عم تقوله. يعني كمان مره اعطينا مثل، اذا بجيب سكين وبضرب الطاوله بالسكين معقول الطاوله توجع؟ اكيد لا، اكيد لا، لانه شيء ميت. بس انا بس تجيب سكين وتضربني رح اوجع لانه انا عايشه. صحيح. الخطيه هي هالسكين. اذا انا ميته روحيا وعم بعمل خطيه ما رح احس بالم، ما رح احس بوجع. بس اذا انا عايشه والروح القدس ساكن فيا وتجي تضربني بالسكين الخطيه رح توجعني. صح. وانا بس حتى لو وقعت بس اوجع، هيدي لازم تكون تشجيع لإلي انه انا بدي ارجع اقوم وبدي ارجع اوقفها، لانه انا الروح القدس ساكن فيا. لاني لو ميته ما بحس بالاساس من الوجع. وما بدي اوجع مره تانية، لانه اسال شيء انك تضايق طعم الوجع وتضلك عم تتوجعه. هي ابشع شغله عشتها كتير. بعرف طعم الوجع وما بدي اتوجعه، لكن عم بوجعه مرارا وتكرارا. يعني اهم شيء ما تكون اذا انت بالملكوت واذا انت مؤمن، اذا وجعت ما تكون عم توجع لحالك وما يكون في ناس حواليك. هيدي الخطوره. اليوم منه غلط واحد مش بلا غلط هي، بس انه منه شيء جديد انه واحد يوقع بخطيه. بس الصعب وين؟ اذا انت واقع لحالك وما في حدا يحيطك، صح، وما في حدا يشيلك ويدعمك. والغلط الاخطر اللي عم بيصير انه في ناس عم بيطبقوا البرنسبلز يلي انا هلا عم اقول لك اياهم، انه عم بيروحوا يخبروا حدا، بس الشخص يلي عم بيخبروه يصفوا صحصوح. يعني ما بيقول له يلا معلي I love you thank you for sharing. ما بياخذوا بيعطي تحت لي يشجعوا بشي طريقه تحت لي يرجع يوقفوا على اجريه، يحتضن. ما بيحتضنوا في اصبع ايديني دايما. سو هيدي كمان في إلها ثقافه، في إلها نو هاو. انا كيف يجي حدا يعترف لي بتخبيصه عملها، كيف احضنه، كيف عن جد فرجي الرب، لانه بالنهايه الرب اجى للخطأ لهودي الناس. بس الخطوره برجع بقول الخطوره هي لما ناخد النعمه تحصيل حاصل، لما هالنعمه اللي نحن عايشين فيها ما تغيرنا وما تشكلنا وما تغير سلوكنا وما تغير حياتنا وبحجة انه انا مدمن. لا، الروح القدس عم يعمل. وروح القدس قد ما نعمل ثيرابي وقد ما نعمل منتل هيلث وقد ما نحكي علم وقد ما نحكي everything، لما بده الروح القدس يتدخل ما فيني انا اجي رنم الاحد واركض وهيس وزقف وارجع التنين حط الحجة اني انا مدمن ما بقدر وقف. لا خي، وين هالروح يلي كانت شعلانة فيك امبارح؟ ليه ما why don't you channel it على الادمان تبعك وبتوقفه؟ نفس القوة او اتليست بتحاربه. ما عم اقول لك توقفه اذا مش قادر، بس حاربه، فرجيني انك عم تحارب. ما تعيش فيها بحجة انه انا مدمن وبدي هيلينج وبدي كذا لا لا لا، الله بيعرف قلبك، والله بيعرف انت وين تحديدا روحيا، وبيعرف اذا انت عن جد علقان او انت عم تختار تكون علقان. هيدا شيء خطر كتير. واو، هيدا شيء مخفي، لانه ما حدا بيقدر يقشعه غيرك. صحيح. وهو الله يلي فاحص القلب. هون يوسف كمان على اللي كنت عم تقوله، ما هي الآية مذكورة نفس القوة التي أقامت المسيح من الموت ساكنة فيكم. يعني تخيل في قوة عظيمة قامت المسيح من الموت، نفس هيدي القوة ساكنة فيها. هيدي هي القوة، قوة الروح القدس رح تخليني أنا أكون عم بقوى على الإدمانات. هلأ نحن حكينا على إدمان جنسي يمكن أو إدمان ايموشنال أو هيك، بس في إدمان سبستنسز أيام، إدمان على الحشيش، إدمان على المخدرات، وهيدا موضوع الكول. واو.
هيدا موضوع أصعب لأنه هيدي صارت سبستنس، شي مادة موجود بالدم. مم. فهون يمكن بهاي الحالة بيكون أصعب إنه نكون عم نوقف عليها، حتى على السيجارة، على النيكوتين، يعني هالمواضيع. هون كمان الشخص شو بيقدر يكون عم يعمل لا يكون عم بيساعد حاله؟ المعاشرات الرديئة شو بتعمل؟ تفسد الاخلاق الله الجيده. تفسد جيدة. الأخلاق الجيدة. أول شيء بدي أعمله هو إني بدي، معلش بدها تكون قاسية، بدي أقطش لها، بدي أقطش للناس يلي بيعملوا هيك، ويلي هن عم بيوقعوني، ويلي هن عم بيكونوا سبب عثرة لإلي. مش هيك بيحكي الكتاب المقدس؟ أو بس بنوعظهم وما بنعملهم؟ المعاشرات الرياضية تفسد. طب أنا كيف بدي وقف حشيش إذا كل يلي حوالي بيدخنوا؟ بدي أقطش، بدي حط ما قال لك أنا ما جيت تحت تالي ازرع سلام، جيت تحت سيف عفيك صح. بين البي وابنه. طب كيف بينك انت ورفيقك يلي مش عم يساعدك انك انت توقف؟ هاي اول شغله بعملها. هيدي هيك بنظف بمشط هي بدي يكون اخذ قرار اني وقف، لانه ما في يلي ناس بحبك ايه. رح يحترم قرارك. انا بعت عند كتير ناس وهلا صاروا هن بيطلبوا مساعده. ما تفكر انه اذا انت بعدت عنهم عم تعمل شيء غلط ولا والله رح يزعل منك، كيف تتركهم لحالهم عم بيتعاطوا انت. لا اتركهم رح يلحقوك يرجعوا. هيدا ايمان. هون بدك ايمان. صحيح اكديه. بدك تترك مثل ما ابراهيم ترك وراح. بدك تترك ارض ويمكن ما تكون عارف حالك وين رايح، أهلك، عشيرتك. كل شيء. إبراهيم ترك أهله. اول شغله بعملها بنظف اللي حوالي. هيدا التشحيل. طيب Pruning. اوقات يوسف بيكون هيدا الشيء موجود عندك بالبيت، يعني بيكون عندك خي، عندك بي، عندك اخت، عندك ام، عم بيكونوا عم بيمارسوا هودي القصص اللي هن المخدرات. صعبة. عرفت كيف؟ كتير صعبة. اوقات في عندك حدا بالشغل. صح. هلا ممكن اترك شغلي انا، بس انا ما في اجي اتركه دغري. بتعرف خاصة بهالاوضاع للاسف اونتر بارونتيز، لانه قايمة على الشغل هي. واذا ما بتشتغل، واذا لانه عندك اجارات وعندك مصاريف وعندك صح. كتير قصص، وما عندك حدا يقول فيك انه اذا قعدت بالبيت نحن. عرفت كيف؟ صح. هودي اوقات بيكونوا قراب كتير منك. شو قادر اعمل انا يعني بحس هون في تدخل الهي لازم يكون. اعطيني رايك بهذا الموضوع. دفنتلي هيدا من اصعب الكيسز. بس اليوم عم بحكي كرجال. اذا انت رجال عم تسمعني وانت بهيك كيس ومش انت اخذت القرار، مين متوقع ياخذ القرار؟ مين متوقع ياخذ القرار اذا انت الرجال؟ مين متوقع ياخذ ستيب يقول لا؟ مين؟ يعني ابن عمك او بنت خالتك؟ صحيح. ما انت اللي عايش بهالبيت والله حطك بهالبيت وانت شايف الغلط، يا بدك تكون مقتنع فيه وماشي فيه او بدك تقول لا. اليوم صعب هيدا الشيء كتير، بس من هيك عنا كنيسة بحياتنا. من هيك عنا ناس بيقلك بيعطيك اضعاف. اذا اضطريت تفل من البيت رح يعطيك 100 رح ضعف. يعطيك اضعاف. اكزاكتلي. 100 ام بيعطيك، 100 بي بيعطيك، 100 خي واخت. بس ما تضلك علقان ببيت مش عم بيأثر على حياتك، عم بيأثر على أبديتك. واو. هي مسألة حياة أو موت. اكزاكتلي. كل معنى اكزاكتلي. مش قادر تغيره، فل. ما راح يقلك لا الله، لأنه أنت بتكون عم بتساوم بعلاقتك معه. لا، أنا علاقتي بالله قبل علاقتي ببي وأمي ديفنتلي وخيي وأختي. يوسف، one day رح أقوى enough إني أرجع وساعد، أو هن رح يطلبوا المساعدة. انا اكيد 100% 100% وعندي ايمان انه رح اقوى وانس اخذت هيدا القرار، لانه عن جد الايمان هو قرار. تاخد هيدا القرار. انا وقت اخذت القرار اني اتبع الرب يسوع المسيح، كانت ما في خبرك شو الحالة اللي كنت فيها، بس لكن اخذت خاصة قرار ببلد مثل لبنان. اكزاكتلي. انتبه على فكرة، وقصة هيدي الرجال كتير لعبت معي، لانه
لا I'm gonna take this decision. عرفت كيف؟ انا أكيد. رح اخذ هيدا القرار وايه في وقف. يعني ولا مره كان في عندي صعوبه بشيء، يمكن بعرف حالي انه رح طول رح وقف، لكن انا جاي النهار رح كون انا I'm cut it I'm shut it يعني على شوفي الآخر. انا عم بحكي بهالتأكيد لانه هو كمان عم يحكي بهالتأكيد لانه مارقين بهيدا الشيء. واليوم فيك تسرقي مني كل شيء الا قصتي. هيدي قصتي وما حدا فيك يكذبني. لما نقلكن يا جماعة انه it's possible. انا الي 5 سنين معلن رب يسوع المسيح سيد ورب على حياتي. امان. ب5 سنين ما رجعت للدراجز. ب5 سنين ما رجعت عملت ماستربيشن. ب5 سنين ما رجعت عملت سكس. الي 5 سنين. انا ما عم بحكي ها نعمته وروحه، بس انا عم اقول لكم قد ايه قوي روحه. يس. انا عم اقول لكم انه it's not impossible. وما تقول لي impossible ولا no way. انا عم اقول لك انا شهد مان قدامك. حاطلع من الكاميرا. مان ما في خبرك قديش هيدا الحكي عن جد. هيدا الحكي قلته لحالي انا يوسف، ما كان في عندي حدا يخبرني اياه. يعني تذكرت كل شيء عم تخبرني اياه قديش مهم نكون هيدا الصوت. نحن هلا يوسف انا عن جد كتير بدي شجعك، وانا ام براود اوف يو مان بالشيء اللي عم هيدا تعمله. المجد كله لإله صدقني. بس شكراً يا رب. يعني بس عن جد قديش مهم بهيدا الوقت يكون عم بيوصل هيدا الصوت، وخاصة هيدا الصوت لازم يكون صوت عالي كتير. لانه مشكلتك انه مفكرين it's impossible. صح. exactly. جايز على اللي عم It's تحكوه في شيء كتير ضوى عندي. انتوا اللي عم تقولوه وقت تقولوا لا، هي بحد ذاتها هيدي كانت وصية الله لآدم من الأساس. يعني صح. أنتوا اللي عم تعملوه عم ترجعوا تستردوا الملكوت. أول شغل الرب ما بقول لك تعمل شيء أنت منك قادر تعمله. حيلا وصية عطاك إياها، هي عارف الرب إنه أنت قادر تاخد هيدا القرار صحيح. فيها. مصممك انك تقولي لا. تاني شغلة الله ما صممك وعطاك حرية تقول لا. نحن شو بنعمل؟ بنقول لا لله بس ما بنقول لا للخطية. هيدي تاني مشكلة. ثالث مشكلة هون دور الرجال وقد ايه بده يكون قائد بحياته. الله بس عطى الوصية بجنة عدن، لمين عطى العصية؟ لآدم. ليه؟ لأنه آدم هو قائد العلاقة. صح. فآدم كان مفروض يقول لحواء لا ما لازم ناكل من هيدي الشجرة، شجرة معرفة الخير والشر. فهون رح انتقل شوي على موضوع قديش مهم الزلمة يكون قائد بحياته. وشو يعني يكون قائد بحياتي؟ شو هالترانزيشن؟ عفاك رانيك هاينة. وكيف بدك تكون قائد ببيتك، بعلاقاتك، بشغلك، وين ما كان بحياتك. معنا ساعة بعد. معنا ساعة معنا بعد. هلا اذا هيك الحديث مكمل. صور مبسوطين. بريف سريع يعني بمختصر، القائد شو هو او الرجال شو هو؟ ليك رح في هيك مثل شغله بحب استخدمها. بتعرف شو اول سؤال اله الكون سأله لآدم؟ شو سألوا اياه اين انت؟ أين أنت؟ هذا أول سؤال إله الكون سأله لآدم. لرجل مفروض يكون عم بيقود. قال له أين أنت؟ ما قال له شو عملت، ما ذنبه، ما قال له كيف تعمل هيك، قال له وينك. أهم شيء إذا الرجال بده يكون رجال بده يكون موجود. وإذا الرجال منه موجود، هيدي أول نقطة من الرجولية راحت. واو. الحضور، الوجود، وجوده بالبيت بالعائلة. الوجود أهم شيء. ياما هلأ شباب بيشتغل معهم بالأدكشن بروجرام. السبب الرئيسي هو عدم وجود الأهل، عدم وجود البي. الهوموسيكشواليتي is spreading by the way لأنه ما في بي موجود. بيقلك كل 3/4 الهوموسيكشوال يلي بسألهم how's your relationship with your dad، بيقلي موجود بس مش موجود. كلهم طبعا نقول كلهم 3/4. قديش صعبة مان. الرجال اللي مش موجود أين أنت؟
يوسف، شو معيار الرجولية اليوم؟ أنا شو المعايير اللي بدي أحطها على حياتي؟ مش أنا يعني، هلا أنتوا كرجال إنه الرجال بحياته شو هن المعايير اللي بده يطلع عليها؟ وأنا كبنت كمان إذا بدي أختار شاب كفي حياتي معي، شو هن القصص اللي جرين فلاجز بدي أحطها لأقول إيه هيدا الشخص هو ابن الرب وبيقدر يحافظ علي وخرج إنه يتحمل مسؤولية بيت وعائلة وأولاد ومسؤوليته. شو المعايير اليوم يعني فيرسس شو يس. بدي أكون عم قارنها؟ موضوع كتير كبير، فينا نختصره هيك شوي، بس اكيد بده يكون اول شيء اذا انت عم تشوفي اذا بدك تعرفي عليه او لا، بدك تشوفي اذا الزلمه عنده حياه روحيه صادقه. مش ايه بروح على الكنيسه الاحد، مش ايه انا بصلي مع الشباب من وقت للتاني، لا. حياته الروحيه will be reflected لبرا. حياته الروحيه ما في يمشي او يفوت او يطلع بلا ما يبين المؤمن. مش نو واي المؤمن ما يبين، التلميذ للرب ما ينعرف انه هو تلميذ للرب. انا اول شغله اذا منه بقول لك في ايه سوري رح اقريها. ايه ابدا. في ايه كتير حلوه عن الرجوليه، ليكي شو بتقول بكورنثوس الاولى 13. يعني هلا اول معيار يكون مؤمن، أكيد، هيدي اول اكيد step عرفناها. اكيد اكيد، بس مش مؤمن حتى تلميذ للرب. تلميذ اكزاكتلي، يعني عم بضل يتعلم لانه اليوم كل يوم عم يتعلم اليوم شيء. الشيطان بيآمن. شو صح. الفرق بينه وبين التلميذ؟ انه بيطيع بيطيع مش وبيتعود. بس مؤمن. ايه انا مؤمن، كلنا بنآمن. اليوم زالي على الاشرفيه في حدا ما بيآمن، بس مين صح. بيشبه المسيح؟ صحيح صحيح هذا الفرق. اكزاكتلي. واو، تلميذ من قديش بوقف عندها التلميذ، يعني بيسمع بيتعلم وبيطيع. يس. وفادي ثمن التبعية، يعني أنا بس أقول تلميذ وأنا عم بتبع الرب، في ثمن بده يندفع. الثمن هو على حساب أنا شو عبال الأمور الجسدية والإغراءات اللي بتجيني بهالحياة. صحيح يب. صح. يوسف كان في آية بحكي يس. لنا إياها. كورنثوس الاولى 13 من 16 ل 14. ليكوا شو حلوه. اسهروا، اثبتوا في الايمان، كونوا رجالا، تقووا، ولتكن ليك التشاري اون توب شو هي، ولتكن كل اموركم في محبه. هيدي رساله مين عم يقريها؟ بولس. رجال. صح. رجال عم يقروها، عم عم بيقول بيقول لهم هلا كونوا رجالا. رجوليه لها وتقووا. معيار. وتقووا. بس الكلمه الاهم اسهروا اثبتوا. الشخص الرجال او الذكر، طبعا نقول رجال لانه هي بضل ذكر. صح. اذا ما كان ثابت بضل ذكر. بس يثبت بيصير رجال. مش قصه ثابت. عم نحكي ثابت بالعواصف، ثابت بالضغوطات. اليوم منك انت ما ضروري تكون ثابت فاينانشلي. لبنان مع حوا جمعنا وخسرناهم. صح. مش انا ما كنت بعد جمعنا. منيح يا ما زمان. زبطنا. بس انه ما عم نحكي ثابت فاينانشلي قد ما عم نحكي ثابت روحيا. مش بس تلميذ ثابت. اوكي. واكيد اليوم انت بدك تكون على القليله عم تعمل جهدك تشتغل كما للرب. يعني اليوم ما فيك انت تكون متوقع انه انت تفوت على زواج وتفوت على علاقات وتفوت على عالم تاني. دفنتلي عالم تاني. وتكون انت ما عم تحط اقل شيء افرت تشتغل على حالك، على الفيجن تبعك، على الكارير تبعك، وعلى حياتك الكنسيه. او ما يكون عندك فيجن على القليله، فيجن كارير وسبيريتشوال. بلاهن هو في شيء غلط انه عايش تيعيش. هذا ما مش انه عرفتي. So the vision is very important ويكون ثابت. This is more important. لأنه اليوم إذا كلمة بتطلعه كلمة بتنزله he won't be ready to handle بنت كلها emotions. صح صح. واو، عن جد قديش حكينا قصص مهمة، وعن جد أنا بآمن إنه كتير رح يكون ناس عم تنلمس من هيدي الحلقة اليوم. بالختام يوسف، في كتير عم يسمعونا هلا، رجال كبار صغار، تينينجرز، مراهقين طالعين على الدنيا جديد،
بدي تطلع على الكاميرا تبعك وتعطيه هيك رسالة عن جد من القلب للقلب، وتكون أنا I know إنك أنت صادق. بس يس بتعرف أوقات في كلمة بتدقر، يعني أنا في كلمة جابتني عند الرب لقال لك إياها يوسف. الكلمة اللي جابتني قال لي ما بتلحق تقرأ الإنجيل كله يمكن يجي الرب. في كلمة، في بوينت، في تيرنينج بوينت خوف، في مش بخوف جيت لعنده، بس كان في نقطة وقفت عنها. يس حتى بخوف ورعدة اكيد Exactly، أكيد. كمان هيدا اله الكون. ايه اكيد لا اكيد يعني دفنتلي دايما اذا ما في نحن- مخافة في مشكلة. صح. بدي تطلع بكاميرتك وتوجه رسالة لهيدا الشخص اللي عم بيسمعك، ان كان رجال ولا حتى ان كان بنت، لانه الادمانات ما Yes. بتعرف. لا خلينا روح للرجال. اوكي هيدا الفيلد تبعي. روح للرجال خلص. جاني تحكي مع الصبايا. انا بدي اقول لك انت اللي عم تحضرني هلا، اذا انت خايف مش ثابت الاشياء اللي حكيناها، حسيت حالك منك قادر تلتزم فيها او منك قادر تكون قدها، ما بدي اياك تسأل حالك ليه انا، بدي اياك تسأل حالك اذا مش انا مين، اذا مش انت مين، اذا مش انت كنت عم بتبلش نهضة مين. من هيك حط ايدك بايدي، حط ايدك بايده، حط ايدك بايد الشباب يلي حواليك، حفظوا بعضكم على الحق، حفظوا بعضكم على الشهادة للرب. نحن كتير العالم رح يسخروا علينا ورح يشمتوا فينا ورح يقولوا عنا كتير اشياء، وهيدا الرب قالها منه شي جديد رح يصير. بس انا عم بكنز لفوق مش عم بكنز هون، ولو قد ما العالم بدها تحكي علي انا ما بيهمني حدا، فانا بدي اطيع الله ما بدي اطيع الناس. فاذا مش انت مين؟ بس امين امين امين. يعني بشكر الرب عليك يوسف، والرب يباركك اكثر، الرب يباركك فادي. ثانك يو جيني، ثانك يو يوسف. وجايز يعني بصراحه ما في شيء يزيدوا على اللي قاله يوسف. لا يمل. إذا انا مش صراحه أنت مين؟ عندي طاقه. اذا مش انت مين اذا كمان. ايه عن واذا جد مش انت مين، هاي في حلقه بعدين خصوصا عندي للبنات. عندي طاقه اقعد بعد في احكي كتير، لكن مثل ما قال يوسف عن جد رساله كتير حلوه اللي كانت معنا اليوم. اذا مش انت مين. حبيبي ثانك يو. ثانك يو سو ماتش. تابعونا بالحلقه الجايه.